بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. دروس اللغة العربية الجزء الثاني. الدرس الأول. هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدرس: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاشم: كيف حالك يا أستاذ؟ څنګه دی ستا حالات؟ څنګه یې ای أستاذ؟ لعلك بخير، إن شاء تاسو بخير وعافية ياست. المدرس: الحمد لله، طول حمدنا دي الله لري. وكيف حالك؟ تتسنى أنت يا هاشم؟ أي هاشم: أنا أحبك كثيرا. أنا أحب محبتكم كستاسر كثيرا دير يا هاشم. ويا هاشم: إنك يقينا طالب، طالب العلم ذكي، ذكية تیز ذهن والا ومجتهد أو کوشش کوونکی وذو خلق أو د أخلاق عليه. أمن باكستان أنت؟ أيت باكستاني أم من الهند يا هاشم؟ يا ده هندوستاني. إيه هاشم؟ هاشم: إني من الهند زد هندي. المدرس: وزميلك أستام القري الذي عغا خرج معك شو تستاسر الآن وس من الفصل ذا كلاسنا، أهو أيضا أيا غهم دغدول من الهند ده هندي؟ هاشم: وي لا، إنه من باكستان. نا بلكي هغا باكستان دي. المدرس: إن ساعتك يقينا ستا دا ساعات جميلة خيستة يا هاشم. من اليابان هي؟ أيا غدا يابان؟ هاشم: وي لا، إنها من الهند دا هندي. المدرس: أغالية هي؟ أيا دا غد قيمة والا دي أم رخيصة يا ولوكي أو لق أرزان قيمة والا دي؟ هاشم: إنها رخيصة جدا، دا دير كم قيمة والا دي، إنها ب100 روبية، دا بسل رفيدي فقط. المدرس: كم أخ لك؟ صورة ندستا يا هاشم. هاشم: لي 3 إخوة زما دري ورونه دي. المدرس: الطلاب هم؟ أياوي طلبادي؟ هاشم: لا، إنهم تجار. نا بلكي أوي تجاران. المدرس: وكم أخت لك؟ سو خوندي دستا هاشم. لي 4 أخوات زما سلور خوندي. المدرس: أفي الهند هن؟ أي أغيف هند كدي الآن وس؟ هاشم: وي لا، نا، إنهن يقينا هغوي هنا بالمدينة المنورة، وي مدينة منورة كدي، مع أبي زما فلار سر وأمي زما مورس. المدرس: الطالبات هن؟ أي هغوي طالبات دي طلب كونكي دي علم؟ هاشم: وي لا، نا، إنهن هغوي دي يقينا هغوي مدرسات، مدرسي دي بالمدرسة الثانوية، ومدرسة الثانوية كي درس وركبي. تمارين: أجب عن الأسئلة الآتية. جواب راك دا روانو سوالونو. أول: من أين هاشم؟ هاشم كم زيد؟ هاشم من الهند. هاشم ده هندي. دويم: أيحبه المدرس؟ أي محبت كده سر مدرس؟ نعم، يحبه المدرس. دريم: من أين ساعته؟ ساعة ده كم زيد الساعة ده؟ ساعته من الهند. الساعة ده هندي. بكم هي؟ بتصور بيدي ب100 روبية. أو بنزم: كم أخله؟ سو ورندي داشم له 3 إخوة، دا غدري ورندي. كم أختا له؟ دا سو خوندي له 4 أخوات، له 4 أخوات، دا سلور خوندي دي. وهم أين أخواته؟ شرط داغا أخوات خوندي. أخواته في المدينة المنورة. أو بيادي واي ضع هذه العلامة، داغا علامة كده أمام الجمل الصحيحة مكتب الجملة سي، وهذه العلامة الضرب علامة أمام الجمل التي جملة مكتب ليست صحيحة. شاء صحيح. أول:
هاشم طالب كسلان. هاشم يو سست طالب العلم دي، والضرب على من نام، بل هو طالب مجتهد. باجوز هاشم طالب مجتهد، ده صحيح ده. دویم ساعته رخيصة، ساعتي رخيص دي ارزانه قیمت والا دی، نو ده صحیح علامه ده. باجوز ساعته غالیة، ساعتي لوی قیمت والا دی، نو ده غلطه نشانه ده. دریم ساعته ب1000 روپیه، ساعتي په 1000 روپۍ دی، نو دا غلطه على ضرب نشانه دی، ځکه ساعته ب100 روپیه. ساعته ب100 روپیه دا صحیح ده. څلورم اخواته بالمدینة المنوره، خوندې په مدینه منوره کې دي، نو صحیح علامه ده. باجوز کې اخواته بالهند دا ضرب علامه ورته لیکل کیږي. دریم تأمل ما یلی، وی غور وکړه چې را روان دي. ان هو انه، یعنی ان دا مشغول فیل، دا هو ضمیر کله چې د ان سره ملحق شي نو دا انه ویل کیږي. او دا دویم ان هم، ان جدا دی نو هم جدا راشي، نو دا چې یو ځای کې انهم. او ان جدای دا هي ضمیر د مؤنث جدای، نو دا چې کله انه ورسره یو ځای شي انها راځي. ان بیا چې انت جدای، نو دا چې کله ضمیر ورسره د مخاطب ذکر کوي نو انک بیا وایه. څلورم بیا ان جدا وي، انتی ضمیر د مؤنث جدا وي، نو دا چې کله یو ځای کوي پسې متصل کوي ضمیر، نو انکی راځي. او دا ان دا انا ضمیر چې ورسره یو ځای کوي ملحق یې د متکلم سره، نو اننی بیا وایه یا انی. او انهن، او هن جدا وي، ان حرف مشبوه فعل جدا وي، دا چې یو ځای کوي انهن راځي. او انتم ضمیر د مخاطب دی، جمع مذکر مخاطب، نو چې کله دا مخاطب استعمالی نو ضمایر کې انکم راځي. او انتن کې انکن راځي، او په نحنو کې اننا راځي. څلورم دی وی ادخل ان على الجمل الآتیه، ان داخل کړه روان جملو باندې. اول هو تاجر، نو انه تاجر. دویم انا طالب، انني طالب. دریم هم من اليابان، انهم من اليابان. څلورم انتم اذکیاء، نو انکم اذکیاء، تاسو ذکیان طالبان. پنځم هي متزوجه، متزوجه، نو انها متزوجه، یعنی واده کړل شوې ده. شپږم نحن مسلمون، نو اننا مسلمون. وهم انتن مجتهدات، انکن مجتهدات. اتم هن مسلمات، انهن مسلمات. او نهم انت رجل غني، انك رجل غني. او دسم انت ذكية، نو انك ذكية. پنځم اقرأ الامثلة الآتية، روان مثالونه هو. اول المدرس جديد، مدرس نوی دی، نو ان شپې داخل کې ان المدرس جديد. المدرس به منصوب کې ځکه دا اسم مشغول فيه، اسم د نصب ورکړي خبر طرف. ان المدرس جديد. فاطمة طبيبة، نو کله چې مشغول فيه داخل کې ان فاطمة طبيبة. دریم حامد متزوج، حامد دا واده کوونکی دی، نو ان حامدا متزوج. شپږم ادخل ان على الجمل الآتية، ان پر روان جملو باندې داخل واضبط اواخر الكلمات. اول الدرس صعب، درس سخت، ان الدرس صعب. دویم السيارة جميلة، دا موټر ښایسته ده، ان السيارة جميلة. دریم القرآن كتاب الله، نو ان القرآن كتاب الله. څلورم محمد رسول الله، ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. پنځم آمنة طالبة، آمنة طالبة ده، ان آمنة طالبة. شپږم اللغة العربية سهلة، لغة عربية اسانه ده، نو ان اللغة العربية سهلة. او وهم هذه الساعة غالية، دا ساعت لوړ قیمت والا ده، ان هذه الساعة غالية. اتم بلال غني، ان بلالا غني.
أو نهم المدير في الفصل، إن المدير في الفصل. لسم الماء بارد دا أوبه يخدي، إن الماء بارد. بدأ السيارة جميلة، السيارة مبتدا، الجميلة خبر دي. إن السيارة، إن ده مشغول فيلز، ده يخلق مشغول فيلز. السيارة اسم إن، أو جميلة ده خبر ده إن دي. وهم تأمل المثالين وفكر وك مثالونك روان مثالونك فكر وك، ثم كون جملا مثلهما. الجملة دي مثالون سرجولك نجم من الكلمات الآتية روان كلمونا. فالكي أول المثال الأول: أمن الهند أنت أم من باكستان؟ آية ده هندي كده باكستاني. نو المثال الثاني: الطبيب أنت أم مهندس؟ تلاكتريك إنجنيري. نو أنت أول أنت مجتهد أم كسلان؟ نو أصل كده أنت مجتهد أم كسلان؟ أو آية کوشش کوونکی که سست طالب العلمي. بل دويم: هي من الصين اليابان. هي من الصين أم من اليابان؟ أيا شنو كده يابان. دريم: أنت طبيبة أيا دكتورة أم ممرزة كنرسة؟ وتسألهم: هم نصارى أيا هم دوي من النصارى ده نصاراودي أم من اليهود يا دي يهوديان دي؟ في هذا مسجد مدرسة. هذا مسجد أم مدرسة؟ أيضا مسجدك مدرسة. وش بقم: هذه سيارة المدير. دا سيارة دا مدير دا أم سيارة المدرس؟ يا سيارة دا موتر دا مدرس. وهم أنت متزوج أيتا أم أنت متزوج؟ أيتا توا دا كريدي أم أنت عازب؟ ياتا بواده. أو أتم هن خالاتك؟ أيا غستا خالقاني دي أم عماتك كدي عمقاني دي؟ نعم هو من باكستان أم من إيران؟ أيا غدا باكستان دي كده إيران دي. لسم بيتك قريب أم بعيد؟ أيا كوردي الناس دي كليري دي. بدي واي أتم تأمل الأمثلة الآتية ويغور وكا بدار روان مساعدون باندي. أول: مديرنا زمون مدير ذو قامة، خاوند قامت يعني دا بدن دي طويلة شؤوكت بدني دي. أو دويم: هذا الدفتر دغا كما كتاب تشاشي دا ذو ورق دا خاوند دا ورق دا مسطر. معناه لك دي ورق لاني لكي خلصوي. دريم: أحمد طالب. أحمد طالب دي ذو علم، خاوند علم وخلق ناو أخلاق. تسلرم: هذا القميص ذو كم. دا قميص شدي دا كم دا سكي دا نكتاي يا دا جاي كرش دننا وستل كيجي دا تكون وإنو دا قميص يعني آغا كم بنين شدي قصير دي كم دي يعني لان دي. وذاك ذو كم أو دا بل شدي دا نكتاي يا دا دننا جاي كرش دا طويل وقد دي. بنزم: المسجد الذي أغا مسجد في حينا جزمون بكل كده ذو منارة دا مناري وعلا دي. أو كبيرة واحدة هي ومنارة دا. وبالله التوفيق.